كويسه جدا، بس اما يبتدي ماتشات يبتدي داخل مصر امام جمهور مصر، حتى ما يكونش الضغط عليه كتير، ما يكونش الفرص عليه كتير. لكن للاسف مستر كوبر اختار شريف، وعصام الحضري عمل مشكله امبارح لتاني مره. امبارح كمان بيلعب بعمرو جمال بعد ما كهربا كان تايه. انا عايز اكلمكم شويه على واحد النهارده. بدايه كده مستر كوبر، انا مش عايز الموضوع بالنسبه له يتقلب اكل عيش. هو احنا جايبين مدير فني اجنبي ليه يا احمد غلال؟ علشان يطور الكره المصريه، علشان يختار اسماء جديده، عشان يعمل جيل جديد. طيب اما احنا لعبنا وكسبنا ووصلنا بالصدفه البحته لنهائي افريقيا، تمام؟ وعلى فكره عشان بس اديكم معلومه، احنا مستر كوبر وصل لبطوله افريقيا اساسا بانقاذ حماده طلبه. ماتش نيجيريا، يعني احنا كنا زي الزفت في الماتش ده، وجبنا جون في الدقيقه 94، جابوا رمضان صبحي نزل ادى لمحمد صلاح حطها جون، تعادلنا 1-1. جينا هنا جبنا جون رمضان صبحي خبطت في 1 و2 ودخلت وكسبنا، والفريق الثاني جاب كره في العارضه فاكر، والحمد لله ماتشين نيجيريا دول هم ايه اللي عدونا. الماتش ده نفس القصه، تونس نازله وكره في العارضه وكره معرفش جنب العارضه وكره تتنقص وواحد يترمي وتيجي في جسمه، فمش هتفضل طول الوقت التوفيق والحظ معاك. فان في النهايه في حاجه اسمها طريقه لعب، زي ما انت قلت يا احمد، احنا جايبين مدير فني اجنبي عشان يطور ادائنا. حد يكلمني دلوقتي يقول لي مش مهم، المهم ان احنا نوصل افريقيا، المهم ان احنا نوصل كاس عالم. طبعا ده من ضمن الاستراتيجيات بتاعتنا ان احنا نوصل كاس عالم، لكن حضرتك لو وصلت كاس عالم هتعمل ايه بالفريق ده؟ يعني هتعمل ايه بالطريقه دي؟ يعني حضرتك انت جايبك كمدير فني اجنبي عشان حضرتك توصلني كاس عالم. طب بعد ما اوصل كاس عالم اخد 8-0 مثلا في كاس عالم؟ حضرتك الزون ديفنس اللي بتلعبه، انا عمري ما شفت في حياتي زون ديفنس التلت اللي قدام مرمانه. الزون ديفنس اللي انا اتعلمته مع الكابتن جوهري ان احنا اي لعيب يجي من الفريق الاخر نص ملعبي اللي هو على الدايره اللي هو انا بسنتر فيه مان تو مان وتمركز مش طبيعي، وما بديش مساحه ربع ملي لاي لاعب، هو ده الزون ديفنس، وبعد كده العب على الهجمه المرتده. لكن امبارح كمان توظيفك للعيبه احمد المحمدي ابتديت بيه، طب ما تلعب احمد فتحي في نص الملعب. طيب نرجع حجازي وعلي جبر، الاثنين طبعا لا شك ان هم يلعبوا، لكن سعد سمير هو الفورمه الاعلى. يعني سعد سمير دلوقتي هو الفورمه الاعلى. محمد عبد الشافي ليس له علاقه بالهجوم. طب طالما انا عندي لعيب حريف انت بتلجمه وتقول له في الحته دي، طب ما اجيب واحد بقى لا مؤاخذه بقى اتنين في عرض في طول في 2 متر يقف في الحته دي ويقفل لي وخلاص، ما انت كده مش ههاجم. لكن ما تيجي بتقارن بعلي معلول، لا علي معلول طلع عينينا امبارح. ده علي معلول كان احسن بقى، ده كان مارسيلو امبارح. علي معلول قلب مارسيلو امبارح في بتاع ريال مدريد. يعني علي معلول امبارح بيعدي وبيروح، خصوصا كمان ان محمد صلاح ما بيرجعش كتير، فعلي معلول هياخد يزيد فالتاني يقف، فاحمد فتحي يستنى عشان التاني ويروح جاري عليه، التاني ياخدها يرفع. غير كده ان محمد صلاح اختفى امبارح، علي معلول تم ايقافه، غير ان هم كانوا ملاعبين 2-3 عليه بالظبط من ناحيه الشمال، اول ما يستلم الكره بيتقفل عليه. فهنا السؤال اللي انا بطرحه، كهربا اقسم بالله امبارح كان عايز يقول هو انا فين؟ هو انا بلعب ايه؟ هو انا بلعب راس حربه ليه؟ يعني كهربا امبارح ولا كوره بدماغه خدها. طب ده انا لاعب عمرو جمال بقى، ده على الاقل عمرو جمال محطه وبيعرف يطلع بدماغه وبيعرف يلعب. هو كهربا ما كانش بيطلع اصلا كده. ايوه ما هو دي مش مكانه. كمان رمضان صبحي يا جماعه، يا نهار ابيض، رمضان صبحي مش هو رمضان صبحي، نسي الكوره. رمضان صبحي وحتى ما هو بيلعب مع ستوك سيتي للاسف المدرب خلاه 90% من لعبه يدافع، وهو 90% من قيمته كلاعب يهاجم.
في التلت الاخير يروح واحد على واحد ويعدي ويعمل العجله بتاعته ويعملها بالعرض ويلم ويلم ويحطه. هو ده رمضان صبحي. لكن رمضان صبحي هتقعد ترجعه لي. هو انا عايز رمضان صبحي ليه؟ ايه رمضان صبحي؟ يعني رمضان صبحي هو ايه قيمته؟ قيمته ان انا دافع. نمره كمان طارق حامد بقى. طارق حامد يعني ايه ديفندر منتخب مصر؟ ديفندر منتخب مصر يعني ديفندر بيقطع بدون ضرب، بدون فاولات طول الوقت، بدون ان انت تاخد انذارات، بتزيد، بتلعب الكرة على قدام، لكن طول اللعب عرضي وبتلعب لورا، وكل كورك اللي انت بتقطعها بجري، حتى في الاستلام عايز تلف حوالين نفسك ما تلعبش الكرة اللي قدامك. لا، مشكلة لطارق حامد في نص الملعب انني مش مفهوم. يعني امبارح، يعني يمكن امبارح افضل واحد كنت شايفه علي جبر شوية. احمد فتحي الناس ضده، لكن انا شايف ان احمد فتحي كان بيلعب عليه 2. يعني رغم ان علي معلول كان موجود، بس بيلعب عليه 2 على الاقل. احمد فتحي في كل الكور المشتركه بياخدها، عدى منه مره واحده بس بالظبط كده. فبالتالي لكن وننزل مصطفى فتحي. محمد صلاح مش موجود، لكن ممنوع محمد صلاح يتغير ليه؟ ما هو محمد صلاح امبارح بيلعبوا عليه تغيير يا كابتن، غير مركزه، يلعب باك هاف ليفت ونزل يعني مصطفى فتحي في مكانه. طب كلمني بقى على التغييرات بقى في الدقيقه 74. حضرتك بتغير 2 في الدقيقه 74. طب هسال سؤال، عمرو ورده كان بيلعب امبارح؟ هو حد شافه؟ لا، عمرو ورده انا نزلته بيلعب ايه؟ انا ما شفتش، انا ما شفتش، مش عارف، انا ما فهمتش. عمرو ورده عمرو ورده كان بيلعب ايه؟ هل احنا كنا بنلعب باثنين راس حربه؟ ما انا عايزك دلوقتي مصطفى فتحي بيلعب ناحيه الشمال، محمد صلاح ناحيه اليمين، عمرو ورده بيلعب مكان مين؟ طب ركز في حاله عشان ايه؟ عشان اسالك انت ايه رايك في تغيير مصطفى فتحي الاول؟ مصطفى فتحي لازم يتغير بدري. انت دلوقتي اول ما جه فيك الجون، نزل مصطفى فتحي ولعبه ناحيه اليمين، وودي محمد صلاح اللي هو مكتوم في الحته دي ولعبه ناحيه الشمال. يبقى انت عندك تحفظ على توقيت التغيير وعلى مكان التغيير. مفيش توقيت اساسا. ايوه، انت مفيش مدير فني عايز يكسب مغلوب بعد ربع ساعه من الشوط الاولاني. ربع ساعه ايه ده؟ اول 5 دقايق. لا اول 5 دقايق مش بعد 10 دقايق. 5 دقايق يا كابتن. طيب بعد 5 دقايق اغير في الدقيقه 74 حضرتك؟ ازاي يعني؟ حضرتك مش عايز تكسب؟ يعني حضرتك بتقول لنا ايه؟ الحمد لله نتغلب 1-0، احنا هنكسب النيجر وسوازيلاند رايح جاي ونتغلب 1-0، مش مشكله. ايه ده؟ لازم يكون في رد فعل للمدير الفني ما يجي فيه جون. احنا ما رحناش غير بكوره واحده، عبد الله السعيد بمهاره حطها من فوق الحارس، كان هيبقى جون عالمي. ودي حاجه الوحيده اللي عبد الله السعيد عملها. يعني عبد الله السعيد تقريبا غايب تماما اللي المنتخب كله عملها. يعني كميه ميس باس امبارح، كميه باصات غلط امبارح. تمام. انا بس اولا انت حضرتك قلت يا كابتن ان التغيير لازم يتعمل، يعني بعد ما جبت مثلا هتغير في الدقيقه 50، الدقيقه 55. تمام. فكره ان انت بتلاعب مصطفى فتحي ناحيه الشمال، انا بفهم كوره شويه، بفقد 60% من قيمه مصطفى فتحي لما يلعب ناحيه الشمال. لازم كان يلعب مكان محمد صلاح. مش عايز اكمل محمد صلاح؟ ماشي، محمد صلاح بقى يتعدل مركزه، تدخله راس حربه، تلعبه ناحيه الشمال على الاقل عشان تعمل خلخله، لان هم بداوا يبنوا خططهم ان محمد صلاح مش هيغير مكانه. لو انت غيرت مكانه هتعملوا دربكه. امبارح للاسف كمان محمد صلاح كان وحش قوي. ما هو يا كابتن محمد صلاح احنا كنا هو مين كان كويس؟ هو الامل. ما هو ماشي، هو مين كان كويس؟ ما حدش كان كويس، اللعيبه كلها وحشه. انت ده شغل بقى المدرب. حتى كوبر. طيب انا عايز اقول لك حاجه بس مهمه. امبارح يوسف المساكني كان عامل زي المعلم في نص الملعب. يعني يوسف المساكني محطه المعلم كله بيسلمه. لا، في فرق بين محطه وفي لا، معلم. كل واحد بيسلمه الكوره. ده معلم في نص الملعب اللي هو ايه؟ البوابه الكوره او على انت يعني فاهم؟ بالظبط، معلم في نص الملعب. علي معلول زي بقول لك مارسيل. امبارح نص ملعب. شفت الديفندرات بتاعت تونس؟ نص ملعبهم امبارح كانهم بيلعبوا تقسيمه. ده كانهم بيلعبوا علينا في عند ال 18 بيباصوا. على فكره تونس لو عايز تكسب امبارح 2-3 كان كسبت. امبارح عايز اقول لك حاجه كمان. الحمد لله انه ما حصلش فيه. من اسوأ الحاجات اللي كانت موجوده امبارح كمان بصراحه بدون زعل، مع انه ما اثرش على النتيجه، الحكم كان سيء للغايه على الفرقتين. على فكره الحكم فيه فاولات 100% للفرقتين ما احتسبهاش. ده في كره لعبد الله سعيد فاول. انا هختلف معاك يا كابتن. كهربا عندك علي معلول فاول على احمد فتحي 100%. عندك ضربه جزاء كانت ممكن تحتسب على الشريف اكرامي. عندك فاول لكهربا 100%. عندك طرد للعيب دخل على رجل طارق حامد، طرد رسمي فهمي نظمي دي.
لا الحكم امبارح كمان كان عامل فيها ايه الحكم الانجليزي اللي ما بيحسبش اي فاول، لكن هي كلها فاولات. هو كان بيتعامل بمنطق ان الكوره لعبه رجوليه ما يحسبش رجوليه ايه يا راجل؟ ده في فاولات رسمي. لا ما انا عارف، انا بقول لك طالما عمل على الاثنين كده يبقى دي استراتيجيه يا كابتن بتاع الحكم. يعني طالما عمل على الاثنين كده يبقى دي استراتيجيه، وهو مش من الحكام اللي هم بينخدعوا بضربات الجزاء. يعني ناس كتير جدا كان ممكن تنخدع بكره علي جبر المشتركه في اول الماتش، كان يقول لك ضربه جزاء. الحقيقه مش ضربه جزاء، ما اقدرش اقول ضربه جزاء. كره شريف اكرامي ليها وعليها، انما في النهايه لا كوش شيف ممكن تحس اللي هي بقول لك ليها وعليها، بقول لك لان اللاعب هو اللي لعب الكوره بدماغه. بقول لك ليها وعليها. لكن انا عايز اقول لك حاجه بقى، انا يعني مع احترامي توقيت شريف في الخروج من مرماه في الهدف، لا في الهدف، سيبك من الكره العرضيه، هو كان لازم بطوله الفرع ده يطلع يخلصنا بالبوكس في اكتر من كره عرضيه، لكن بتكلم في الهدف. انا دلوقتي الكوره متطوحه جامد جدا ناحيه الشمال، جاي على رجل الشمال بتاعه اللاعب، الرجل الضعيفه، رايح 2 معاه فهيقفلوا الزاويه البعيده، وانا عندي فرصه ان انا اطلع خطوه واحده هقفل المرمى واقفل زاويتي. صدق بالله لو شريف واقف في المرمى الكره دي لا يمسكها بايديه لا تطلع تيجي جامده وتاخدها في صدره، يعني